تخيل انك فجأة تلاقي نفسك مطارد، مهدد بالموت، وحيد في الصحراء. كل اللي كنت تعرفه، بيتك، اهلك، حياتك، كل حاجة اختفت في لحظة. ايه اللي ممكن يخلي راجل كان واحد من كبار رجال البلاط الملكي في مصر القديمة يهرب فجأة بدون اي تفسير؟ هل كان خاين ولا كان عنده سر اخطر من انه يفضل في مصر؟ القصة دي مش مجرد حكاية من التاريخ، دي واحدة من أقدم قصص الجاسوسية في العالم. قصة راجل اسمه سنوحي هرب من مصر فجأة في ظروف غامضة وعاش في وسط الأعداء، لكنه في النهاية رجع واتكرم من الفرعون نفسه. ازاي ده حصل؟ وهل كان مجرد لاجئ سياسي ولا كان بيأدي مهمة سرية كأقدم جاسوس في التاريخ؟ أولا خلونا نرجع بالزمن لأكتر من 4000 سنة، تحديدا لفترة حكم الفرعون أمنمحات الأول. في الوقت ده البلاط الملكي كان مليان مسؤولين كبار ورجال دولة وقادة جيش، وكان من بينهم سنوحي اللي كان بيشغل منصب رفيع في البلاط الملكي. سنوحي ما كانش بس مسؤول في القصر، لا ده كان واحد من الناس القريبين جدا من العائلة المالكة، وده معناه إنه كان عنده أسرار الدولة ومطلع على أخطر المعلومات. لكن في يوم من الأيام حصل حدث هز مصر كلها. الفرعون أمنمحات الأول تم اغتياله، وده كان كارثة سياسية لأن الفرعون كان هو رمز الاستقرار، ومع غيابه ممكن تحصل فتنة وصراعات على الحكم. وفي وسط كل ده سنوحي اتصرف تصرف غريب جدا، فجأة ومن غير أي مقدمات هرب من مصر. هل كان متورط في الاغتيال ولا كان خايف إنه يتم تصفيته ولا كان عنده مهمة سرية؟ سنوحي هرب لبلاد الشام، وتحديدا في وسط قبائل البدو الآسيويين اللي كانوا أعداء لمصر في الوقت ده، لكنه مش بس عاش وسطهم، لا ده بقى قائد عسكري عندهم. الغريب إن سنوحي دخل في حرب معاهم وكسب احترامهم، وكمان اتجوز بنت زعيم القبيلة هناك. وده بيطرح سؤال مهم جدا، هل كان مجرد لاجئ فعلا ولا كان عميل مزدوج بيجمع معلومات عن مصر؟ بعض المؤرخين بيقولوا إنه كان مجرد واحد هارب، ولكن في نظريات بتقول انه كان بيشتغل كجاسوس سري للفرعون، بينقل معلومات عن تحركات القبائل اللي بتهدد الحدود المصرية. بعد سنين طويلة حصلت مفاجأة غريبة جدا. الفرعون الجديد سنوسرت الأول بعت رسالة خاصة لسنوحي بيطلب منه يرجع لمصر، لكن ليه؟ هل كان بيكافئه على خدمته السرية ولا كان ناوي يعاقبه؟ ولما سنوحي وصل مصر حصلت مفاجأة تانية، الفرعون ما عاقبهوش وما سجنوش، بل بالعكس استقبله استقبال الملوك. مش بس كده، ده كمان اداله قصر وحياة مرفهة لحد ما مات، وده زود الغموض اكتر. هل كان مجرد تسامح ملكي ولا كان بيكافئه على خدمة سرية؟ لحد النهاردة قصة سنوحي واحدة من اكبر الغاز التاريخ المصري. هل كان مجرد مسؤول هرب بعد الفوضى ولا كان جاسوس سر لمصر في وسط الاعداء؟ البعض شايف انه كان بيجمع معلومات ويبعتها في السر، والبعض التاني شايف انه كان مجرد لاجئ محظوظ، لكن الحقيقة الوحيدة اللي نعرفها انه فضل لغز غامض عبر التاريخ. القصة دي معروفة بفضل نص بردية قديمة اسمها قصة سنوحي، ودي واحدة من أشهر القصص الأدبية في مصر القديمة، لكنها في نفس الوقت مش سجل تاريخي رسمي، يعني مش وثيقة حكومية، وده اللي بيخلي القصة غامضة جدا. ولكن الأكيد إنه شخصية حقيقية وبالفعل مسؤول لمنصب رفيع في البلاط الملكي. لكن في شوية أسئلة غامضة في قصته. ليه هرب؟ وليه في الوقت ده بالذات؟ وهل كان متورط في عملية اغتيال الفرعون؟ طب هل فعلا كان جاسوس مزدوج، ولا القصة كلها مش أكتر من نص أدبي وكان الغرض منها تمجيد الفرعون وإظهار رحمته وحكمته؟ مفيش دليل قاطع يثبت إنه كان جاسوس فعلا، لكن تصرفاته كانت غريبة جدا ومختلفة عن أي مسؤول مصري في العصر ده، وده اللي خلاه واحد من أكبر الألغاز في تاريخ مصر القديمة.